ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بافضل حال. انا احمد ابراهيم، وده فيديو جديد. لو اول مره تشوفني انزل اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان تشجعني استمر وانزل كل جديد. في الفيديو النهارده هتكلم عن قصتي مع الجامعه. عمرك حسيت انك داخل تجربه مش عارف هتطلع منها ازاي؟ عمرك حسيت انك رايح مكان مش مكانك، مع ناس مش عارفها، في حتة انت مش عايزها؟ عمرك تخيلت انك هتخش اكتر كلية بتكرهها مش بتحبها؟ وحاجات تانية كتير هتكلم فيها في الفيديو ده، بس استنى اخد كوب من القهوة. عمرك تخيلت انك هتخش اكتر كلية كنت بتتريق عليها؟ تخيلت كده؟ مش عايزك تتخيل، مش عايزك تعيش اللي انا شفته اصلا. ان شاء الله تخش الكلية اللي انت عايزها، تخش المكان اللي انت حابه باذن الله. فقبل ما نبدا في اي فيديو، شكرا ان احنا وصلنا 660 متابع، مش 1000، لا 660 متابع. تمام. فان شاء الله يعني هنوصل ونظبط الدنيا. بس لو ما اشتركتش انزل اشترك وفعل زر الجرس. وقبل كل ده ما تنساش تدعي اخواتنا في فلسطين والمسلمين اجمعين، وادعي لي وادعي لك وادعي لاي حد. دعوة ممكن تغير حياتك. افتكر، دعوة ممكن تغير حياتك، خليك فاكر. بس بما ان احنا هنتكلم عن الجامعة والجامعة والكلية، فحابب انت تبدأ لصاحبي علي. كان معايا في الجامعة، تعرفت عليه من خلال الجامعة، فربنا يرحمه ويرحم موتانا موتى المسلمين. هناخدها مراحل. أول حاجة ساعة التنسيق. أنا التنسيق كنت كاتب كذا كلية، فالكلية اللي جاتلي خدمة اجتماعية أسيوط. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. صدمة. أكتر كلية كنت بكرهها، بتريق عليها، حاسس إن هي ملهاش لازمة في الحياة. إيه خدمة اجتماعية؟ هتفيد إيه في المجتمع؟ هتلاقي حاجات كتيرة في المجتمع، وأنا اللي جاي. تمام. بس فعملنا اختبارات، كشف اختبار، هتروح يسألوك سؤالين كده مش عارف ايه، وعدينا. عملنا اللي هو جبنا التجنيد، ورقة التجنيد، عاد وقدمنا ومش عارف ايه. ساعة ما قدمنا دخلت أنا وصاحبي صدمة، احنا لابس عليك اهو. بس فكانت صدمة، اتصدمت، مش عارف، انا حاسس نفسي اللي هو المكان مش مكان. دخلنا عملنا الورق، وبعدها راح واحد كتب الورق غلط، في كده كشف بتكتب فيه اسمك مش عارف ايه، فكتبنا حاجة غلط ودانا على التجنيد تاني. قعدنا. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا كلب يا خسيس. عملنا الورق، عملنا الاختبارات وخلاص. بدأ أول يوم كلية. دخلت الكلية مصدوم، ناس تاني وعالم تاني. فين الجرس اهو يا عم، وفين الطابور، وازاي باب الكلية مفتوح؟ ممكن العيال تهرب يا عم، ولا مفيش أي حاجة. دخلنا وقعدنا على الكافيتيريا طبيعي. بس فضلني مصدوم، عاد انا مش عارف انا هدرس ايه ولا هجرى ايه. انا كنت عايز اخش اي حاجة تبع التكنولوجيا، اي نعم كنت ادبي، ازاي اخش حاسبات ومعلومات مش عارف. كانت الدنيا ملطشة معايا، كنت نخش كتجارة وخلاص، أي حاجة. في الآخر ما لحقتهاش ولا لحقت فوق ولا أي حاجة. شرب كوباية قهوة. يمر الوقت، اتعودت. أول يوم ده كان بالنسبة لي صدمة، تعرض غريب، ناس كتيرة، مش عارف نعمل حاجة. بس فعدت الأيام، مش عارف إيه، يوم في يوم بدأنا نحضر محاضرات، برضه صدمة، مش عارف نتعايش، مش عارف إن أنا هنكونش مع أصحابي اللي معاهم في ثانوي وفي إعدادي ومش عارف إيه. هما راحوا كليات وأنا رحت كليات، الكليات فرجتني. بس مع الوقت بقت نتعايش عاد، بس برضه لسه في خبطة جواي، مش مكان. مرة كده قعدت في وسط المدرج، قعدت أبص، مين يا عم الناس دي؟ أنا إيه اللي جابني هنا؟ في مكان مش في مكان. بس فالوقت عدى والمحاضرات عدت وبتاع، أولى في تانية في تالتة، مش عارف عدوا إزاي. بس ومع الوقت، أول سنة وأحلى سنة كانت سنة أولى، كان فيها ناس كتير ومش عارف إيه. مع الوقت في تانية الناس دي كل واحد يسحب 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 وادين. بس كم نصيحة كده أقولهم لكم في آخر الفيديو. خلاص الثلاث سنين مش عارف إزاي، والله أنا فاضل لي سنة ونتخرج. كل ده لسه الزمن متوقف عندي وأنا نكتب الرغبات. مأساة والله، إن شاء الله ما تعيشوهاش يعني. وأكيد أنا واثق في اختيار ربنا، يعني أكيد في خير، أكيد فيها خير، مش مليار في المية، ما فيهاش شك. بس فتعاملت مع الوضع اضطراريا، مش بمزاجي، غصب عني لازم اتعامل مع الوضع. اتحطيت في حتة لازم اكمل فيها غصب عني، بمزاجي غصب عني، هتعدي. 3 سنين هيعدوا وال4 سنين هيعدوا، فقررت نتعايش. بس لسه في حتة مجال الكلية ده محبهاش، انا مالي بالعمل الاجتماعي، انا اصلا ما احبش الناس، او
هنحاول نحب الناس، هنحاول. فازاي اصلا هتعامل معاهم، وازاي هروح عند ده ونكلم ده ونحل مشاكل؟ يا عم انا مشاكل هنحاول نحلها بالعقل، هنحل مشاكل مع الوقت مش عارف ايه. فقررت ان انا اتعلم كذا حاجه. اتعلمت برمجه شويه وسبت. اتعلمت ماركتينج شويه، وادينا نحاول برضه. اتعلمت حاولت نخش في السيلز، ما جربتش الصراحه اي حاجه، بس السيلز طبيعي يعني. ليه طرق وبتاع ده، بس يعني اللي هو لسه. حاولت نخش كورس اي سي دي ال منحي. دخلت وسبتها شويه، كانت فتره امتحانات. اشتغلت في مكتب طيران، ما كملتش. حاولت نشتغل في العقارات سبت. بس كل اللي هو في السن دلوقتي، احنا في سن العشرين ده خبط لحد التلاتين. غصب عنك لازم تتعرض لأكبر قدر من الشغلانات أو التجارب بتاعت انت السن دي. انت مطلوب فيه انت تتعرض لحاجات كتيرة، تكون عندك المعرفة وتكون عندك الخبرة. ده لازم. فحاول بجانب ان احنا كده كده شغال في المحل بتاعنا، البقالة بتاعتنا. فمع الوقت بدأ يعدي سنة في سنة في سنة، وانا زي من ايام لما كان عندي سنة. طلع احمد مكي اللي جواك. بس وصلنا لحد سنة تالتة، مش عارف ازاي السنة اللي فاتت. ودينا خلصناها سنة رابعة. ومع الوقت أكيد يعني في ضحك وهزار في دكاترة. أول ما تخش هتلاقي دكاترة في سنة أولى كانت حلوة، دكاترة مش حلوة خالص. ده في أي كلية وفي أي مكان، في ناس هتلاقيها دكاترة هتساعدك وتحب إن هي تسيب أثر معاك كويس تنشرها فوق راسك. دكاترة كتير، مش هنذكر حد عشان ما ننساش، أو في دكاترة عكس برضه مش هنذكر حد. هي دي بس رسالة لأي دكتور، انت كده كده الطالب معاك 4 سنين 5، كده كده معاك فترة. فخليه يسيب أثر حلو، إن الدكتور ده والله أحسن دكتور، وكان عاملنا كان أولاده ومش عارف ايه. حتى يجي على الطلاب أو بتاع، كده كده انت هتعدي أو الكلية حتة يعني زون معين. بره الزون خلاص. بس هتفضل انت شخص وحش في عيني، شخص ممكن يدعي عليك ان انت ممكن تأذيه. فعليك بيها هو فترة، خلينا حبايب ولطاف مع بعض. فترة وهتعدي. بلاش شغل إيه وبق وبربق، بلاش والله. بس فنحب نحيي الدكاترة والله العظيم اللي هتسهلها على الطلاب. ربنا يكرمهم يا رب، يفرح قلبهم ويسترها معاهم والله العظيم. بس فعدوا ال3 سنين تجارب وبتاع دي. مش عارف انا لحد دلوقتي مش عارف ازاي قاعد لي سنة واخلص. سنة انا ابقى خريج ازاي يا اسطى، وانا لسه عايز اخش الكلية اللي عايز اخش في اي حاجة بتاع برمج، اي حاجة تكنولوجية. او يا عم وديني تجارة مع اصحابي يعني. بس خلاص كده كده ده ماشي يا صاحبي. كده كده واثق في اختيار ربنا. اكيد اكيد اكيد. الخلاصة بتاعت الحوار، اول حاجة ما تتعشمش في حاجة، سيبها على الله. ما تتعشمش في اصحاب، كله عايشها بالحب. مع دي ما تحطش املك على حد معين. دي في الحياة عموما. حاول دايما تركز على نفسك، تحب نفسك، عشان انت لو محبتش نفسك محدش هيحبك. محدش هيحبك اكتر من نفسك، محدش هيكون عايزك ناجح اكتر منك. لا اهل لا اصحاب لا قرايب لا اي حد. انت ذات نفسك لو محبتش نفسك مين هيحبك؟ يا ما انت محببش نفسك، مستني مين يحبك؟ مستني مين يغايرك؟ مفيش. فحب نفسك، بص لنفسك، ركز مع نفسك، والباقي بس ابعد. محدش هيستفاد منك اكتر منك. خليك فاكر ان الكلية مش النهاية. الكلية دي تايم، مرحلة معينة وهتعدي. حلوة وحشة هتعدي. وعمر الكلية ما تخلي شخص فاشل ناجح وشخص ناجح فاشل. هي الكلية مجال او محتوى علمي هتدرسه بس، هيساعدك تمام. بس ممكن اصلا الحاجات اللي تاخدها في الكليه تاخدها بره، بس عايزها تعب ومش عارف ايه، ومجال الكليه هيبقى منظم اكتر وحاجات كتير. صح. بس ممكن المجال ده تدرسه بره، ممكن تستفاد منه اكتر من الكليه. بس فخليك فاكر ان الكليه دي حته معينه، كده كده هتعدي بحلوه وبوحشه، بسنينها هتعدي. ما تخليش الكليه تبقى محبطة ليك. لو كنت عايز تخش كلية وما دخلتهاش، لا ممكن تكمل وتدرسها في الزمن ده، وممكن تبقى أحسن من الكلية. ده طبيعي. بس المهم فيك انت عايز ده ولا مش عايز؟ شوف انت عايز ايه. شوف الحاجة اللي بتحبها وازاي هتطلع منها فلوس، ازاي هتعمل منها فلوس، سواء كلية او غير كلية. حابب كمبيوتر كمل في الكمبيوتر. حابب برمجة، هي اصلا كمل في البرمجة. بس كمبيوتر ساينس وحاسبات المعلومات مش عارف ايه، كلها تبع الكمبيوتر اصلا. انت تهبط. هاي. شوف ازاي نفسك هتخلي نفسك ناجح، ازاي هتطور من نفسك، ازاي هتحسن من نفسك. هي دي الحاجات اللي هتعمل سوفت سكيلز، مهارات مش عارف إيه، كل ده. فخليك مركز مع نفسك بس.
السن ده بالذات سن 20 لحد 25 في الحدود دي، انت مطالب انت هتبني نفسك المستقبلين، سواء في عادات، مهارات، كل حاجة. هي دي سنة البناء، سنين البناء. بعد كده تحصل انت اتطورت، اتغيرت، بنيت، اتعلمت كل حاجة. بس فما تنساش تركز مع نفسك، بص لنفسك، ابعد اي حاجة. كان زمان ابويا يقولها لي كانت تعصبني، كان يقولها لي لما يزهق مني: انت ذكرت لنفسك، نفعت لنفسك. وده فعلا محدش هيستفاد منك حاجة غير نفسك بس. لأهلك، لأصحابك، مش عارف ايه، بعدين ماشي، ممكن ربنا يجعلك سبب، بس انت اللي استفاد واكبر مستفيد منك هو انت. عايز تبقى تمام تمام، عايز تروح وتعيش حياتك في الكام سنة دول براحتك، بس برضه بعد كام سنة لحد ما تطلع من الجامعة تحس نفسك لسه تبقى بادئ أو معدي مراحل حلوة، لسه عايز تبدأ. خدها مرحلة وكده كده هتعدي. خليك فاكر كده كده هتعدي، حلوة وحشة مرها حلاوتي كده كده هتعدي. سيبها على الله، سيبها على الله، سيبها على الله وهي هتمشي. وخليك فاكر ان اختيار ربنا هو الأحسن. مهما كان انت عايز ايه، اختيار ربنا هو الأحسن، وارضى بيه واحمد ربنا. بس هذا الفيديو بتاع النهاردة، يا ريت يكون الفيديو عجبكم. استنوا ان شاء الله فيديوهات تانية جديدة. بس سلام.